يا عم دي دوسة زرار. احب اشكر جدا باشمهندس احمد. النهارده كان في توك لذيذه جدا عن التصوير، وبصراحه اكتر حاجه بسطتني يعني ان هو ما اتكلمش بطريقه تكنيكال، هو ظبط لنا المايند سيت بطريقه عظيمه جدا. فاحب اوجه له كل الشكر، وشكرا لكل التيم اللي كان متعاون معانا. بس كده، عشان انا فعلا غلطت الغلطه دي فتره كبيره جدا في بدايتي. انت حققت كام من اللي انت كنت راسمه في دماغك؟ مش احنا قلنا ان الصوره بتبتدي هنا؟ طيب انا قدرت احققها بنسبه كام في الميه؟ دي حاجه مهمه بقى في التستنج. اوعى تصدق عينيك حتى لو كانوا حلوين. تمام. النهارده السيشن كانت لذيذه قوي، اتعلمنا كل المراحل اللي قبل ما نضغط على الزرار بتاع الكاميرا او الموبايل، واكتشفنا ان هي مراحل كتيره قوي بصراحه، وحاجات كتير لازم نفكر فيها ونحطها في اعتبارنا، واستفدنا قوي النهارده من باشمهندس احمد، واحب اوجه له كل الشكر بصراحه. انا استفدت كتير النهارده ان انا كنت موجود مع باشمهندس احمد وزيد، اتعرفت عليه، اتعلمت على التصوير حاجات كتير جدا. ومجرد التصوير مش مجرد ان هو او تك الزرار بس وخلاص، لا هو في علم وراه كبير جدا. السيشن النهارده كانت بجد مفيده قوي، استفدت منها قوي بجد بصراحه. مهندس احمد ابو زيد بصراحه يعني تعب معانا قوي، وكان بيتكلموا بطريقه اللي هو مش ممله خالص، بالعكس هي طريقه كرييتيف، وانا بصراحه يعني اتبسطت منها واتشدت ليها. احب اشكره قوي، وهو التيم بتاعه بصراحه تعبوا معانا جدا. لما فهمت البرسبكتيف من احمد، الناس ازاي كمصورين بيفكروا، ازاي بيرتبوا الست، ازاي كل الاعتبارات اللي بتاخد دي بتبقى موجوده. فدوست زرار قرار، فكر كويس في القرار قبل ما تدوس على الزرار.